السلام عليكم متابعينا الكرام واهلا بكم. اتمنى في البداية تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد وحصري، وتصلي على النبي وتقول عليه الصلاة والسلام. خبر مفرح لكل الجمهور الاهلاوي المحترم والمؤدب بنسبة كبيرة جدا جدا ان زين الدين بالعيد مدافع نادي اتحاد العاصمة الجزائري خلاص يعتبر وقع للنادي الأهلي، وإن وليد توفيق مدير التعاقدات داخل النادي الأهلي موجود حاليا في الجزائر من أجل التعاقد مع المدافع القوي جدا جدا زين الدين بالعيد. وده طلب مارسيل كولر بنفسه إن هو يضم زين الدين بالعيد للنادي الأهلي. وجمهور النادي الاهلي اللي انسحب من مباراة الاهلي وفاركو بالامس، الجمهور الغضبان واللي فيه منهم اتقبض عليه وحصل كوارث بسبب ان هم بيدعموا اخواتنا. متعرفش يعني، مش عايزين نتكلم في المواضيع دي كتير، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل في الايام المقبلة. واستعداد النادي الاهلي بشكل قوي لمباريات الدوري المصري. النادي الاهلي لا يريد ان يفقد ولو نقطة واحدة في الدوري المصري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.